نعم. السلام عليكم، شكرا حبايبي، وياكم الشيف يوسف. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي لكم كيكة البرتقال. قلت هيك 3 قلاصات من الطحين، طبعا تنخلونه لازم تنخلونه، وبرتقالة ونص، قصدي برتقالة ونص برتقال، يعني برتقال ترمونه. إذا برتقالكم كبير تجيبون برتقالنا صغار. 2 بيكنج باودر، 2 فانيليا، وقلاص ونص شكر. جبنا لكم قلاص عمود نقيس على هذا القياس. 3/4 زيت، 3/4 برتقال، عصير برتقال طبيعي سويناه، و4 بيضات وملح. هسه نبدي نسوي المكونات، نرجع لكم. هسه نجي نخبط هذه المكونات. أول شي نجيب البرتقالة ونص، طبعا خلينا بكشورها لأن من راح نخلطها ما راح يظل بيها كشور، راح يروح ما تسوي زفر بالكيكة. نحط العصير، هذا الزيت فوقها يمينه، خليه 3 كذا نخلطين شي. هاي شكلها بعد ما خلطناه الغراض كلهن. وهسه يعني خلطنا والقشر مال البرتقال ابد ما يسوي مرورة بالكيكة، لا تخافون على مسؤوليتي. هسه نجي نخلطن. اول شي نجيب البيض، لازم يكون على درجة حرارة الغرفة. جبنا 4 بيضات، نجي نخليهن ونخلطهن شوي لحد ما يصير بين فقاعات. هسه بعد ما صار بهذا الشكل نجي نحط عليه الفانيليا، كيسين فانيليا. نحط فوقها هيك هذا الأول، حطينا عليه هيك. هذا الشيء الثاني، هذا الشيء الثاني. نحط هسه الملح، خلينا بيدنا هيش هالقد، نحط ملح خليه فوقه. هسه نبدأ نخلطه، وبالأخير هسه نبدأ نضيف الشكل. نضيفه تدريجيا، نسوي 3 وجبات، ما نضيف كل السوى. هيك خليه ونشغله. ورا ما مع الشكر هسه نبدأ نضيف الوجبة الثانية. خليها ونشغل. هسه ضفنا قلاص كامل، هذا نص قلاص راح نضيفه هيجي نخلطه. بعد ما صار لونه يعني هذا الشكل اصفر فاتح وكريمي في شكله، هسه نبدأ نحط المكونات الباقية اللي هو هذا خلطنا، نحطه فوقه هيك. هذا خليه فوقه ونخلطه، ما نخليه هواي، نخلطه لمدة دقيقة واحدة بس. هيك نخليه هيك ونخلطه. وهذا الطحين هسه نجيب البيكنج باودر هيجي نضيفه فوقه، نخلط فوقه. هذا الأول وهذا الثاني، نضيفه هيجي. طبعا حتى إذا خليناه فوق الخليط ندخلنا ماشي، حتى إذا خليناه فوق الخليط لازم ندخلهن. هذا بعد ما خلطنا خليط البرتقالية خليط بالشكل. هسه نحط المنخل هيجي، نجيب من هذه نخلي وحدة، خلي هيك من فوقها نص، ونبدأ ننخلها هيك. ننخلها هسه نجي نحركها هيك من جوا، نبدأ نحركها وفوق عمود لا يفقد الخليط شكل أو يعني خلطه. هاي شكله بعد ما خلطناه جبنا قال الفافون مثل ما قلنا لكم سابقا. الفافون ندهنه براشي، دهنه براشي، والحديد ندهنه بالزيت. فهذا الفافون دهنه براشي. هسه نجيب الخليط نضيفه هيجي ونحطه بالفرن، نشعل بس جوا ونخليه على درجة حرارة، وما نفتح الفرن لمدة 45 دقيقة.
وها شكلها بعد ما خليناها بالقالب. طبعا نخليها بالفرن وما نفتح خليه نشعل بس جوا، وما نفتح الباب مال الفرن عليها لمدة 5 أو 4 دقائق. هسه نجي نسوي صوص البرتقال. أول شي نص كوب يعني 3/4 كوب من عصير البرتقال طبيعي، نخليه هيجي. طبعا نخلي ممكن قبل لا نسوي الطباخ. وربع كوب من الشكر هيجي نخليه، ونخلي رشة من الملح هيجي، نخلي رشة، ونخلي خاشوقة من النشا مسح من النشا خليه، ونحرك لعد ما نذوب النشا. يلا نشعل الطباخ مع التحريك المستمر. بعد ما صار قوامها هيجي ثخين هيجي يصير، هسه نطفي الطباخ ونحطه بهاي الطاسة. نحطه بهاي الطاسة ونخليه بالثلاجة عمود يبرد شوية. هاي شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. أول شي نشوف مستوية ولا لا. نجيب عود مال ستان مثل هذا، نسوي هيجي بالأخير طلع نشوف إذا ماكو شي لازق عليها، ماكو عجين لازق على العود، يعني مستوية. شوفوا هنايا، شوفوا وهنا هيجي مستوية، هنا همينة يعني مستوية من كل الجوانب، مستوية من كل الجوانب. وما نقلبها هسه، نخليها لعد ما تبدي ما نقلبها هي حارة. هسه بعد ما بردت الكيكة نجي نقلبها. هيجي نقلبها، شوفوا ايش شكل القالب وعشان صارت. هسه نجي نحط الصوص. هذا الصوص من البرتقال هيج وضع الكيكة كلها. ايش خلي هاي، واعذروني انا صايم اليوم فما اقدر اضوقها باللي ورا الفطور. بالفطور ان شاء الله راح ارسلكم فيديو اضوقها بيه. شوفوا شلون الكيكة صارت اسفنجية مثل الاسفنج. هسه نجي نقصها. بسم الله، هيجي نقصها هيجي. شوفوا شلون صايرة، شوفوا من الداخل، شوفوا ايش قد علوها هاي الكيكة هيجي. شوفوا طبعا من ريحتها يعني ما يحتاج واحد يذوقها عمود يقول طيب من ريحتها ترست البيت ترس. وش تقدرون بهاي تسوون الكيكة يعني هاي هيجي بالصوص الصوص مالتها هيجي وتاكلونها. شوفوا الصوص. هسه بعد ما فطرت الحمد لله نبدي نذوق الكيكة. شوف شكل الكيكة، شوف شلون اسفنجية وطرية وهشة. هسه نبدي نذوقها. بسم الله. شوف هاي بالصوص مالتها، شوف شلون يطلع شكلها. تموت صراحة كلش طيبة. شوفوا من الداخل شلون شكلها تخبل كلش يعني طيبة. نيجي لفقرة المثل، يقول عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي. بس تخلص الفقرة حطوا لايك واشترك قناتي. في مال لا وتابعوني.